السلام عليكم يا فنانين. في الفيديو ده هنتكلم عن الزاوية الأمامية. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الزاوية الأمامية اللي هي بصة لتحت، فدلوقتي هنشرح الزاوية الأمامية. وزي ما اتعودنا مع طريقة لومس إن احنا بنرسم كرة في الأول، والكرة دي عرضها بيبقى بعرض الوش، وارتفاعها من نهاية الراس من فوق، نهايتها من هنا بتبقى عند الدقن، عند الدقن من هنا كده بالظبط. تمام. اول حاجه عشان دي زاويه اماميه هناخد خط السنتر في نص الدايره، لازم يبقى مستقيم، ما ينفعش يميل شمال او يمين، عشان انا هرسم عليه الدقن وهرسم عليه الحاجب وهرسم عليه الأنف، فكل حاجه تطلع عموديه على خط السنتر. بعد كده هرسم خط عمودي عليه، وده خط الحاجب، ودايما بيبدأ من السنتر. الزاويه دي ما فيهاش حركه، يعني ما هيش باصه لفوق ولا لتحت، لكن الزاويه اللي كانت في الفيديو اللي فات باصه لتحت، فعرفنا ازاي بتتغير. بعد كده هاجي في التلت اللي تحت، مش شرط تبقى في التلت، بس اللي شرط ان احنا نعمله ان انا طالما خدت دي في التلت كده خلاص، يبقى انا هاخد المسافة دي. تمام. يعني لو هي ما جتش في التلت، ما انا كده كده هاخد المسافة دي وانقلها المسافة اللي فوق، فيجيب لي خط مين؟ الشعر. يبقى انا رسمت خط الانف اهو، وخط الشعر، وده خط الحاجب. لما اجي اخد بقى الشريحة دي، لازم المسافة دي اللي هي جوه دي تبقى هي نفس المسافة دي، عشان انت ممكن ما تعرفش ان دي التلت مع ان دي المسافة كبيرة. ما هي ممكن يكون ارتفاع الدايرة هو اللي كبير، مش مظبوط مع العرض. يعني ممكن الارتفاع ده مش مظبوط مع العرض، بس هو كده مظبوط. تمام. فطبيعي لما انا اخد المسافة دي لازم تيجي قد دي، يبقى انا محتاج اخش حاجة بسيطة لجوه كده. مظبوطة اهي، مظبوطة بالظبط. تمام. وهاخد دي، وهتلاقي المسافة دي قد دي. خلي بالك ان كل خط على الدايرة، كل خط على الدايرة انا برسمه ده بيلف حوالي، يعني الخط ده نهايته هنا، بيلف حوالين الدايرة كده. يعني اي خط بيعمل دايرة على الكرة يعني. تمام. انا كده رسمت خط الانف اللي هو هنا، وخط الحاجب اللي هو هنا، وخط الشعر. خط الدقن بقى اخد اي مسافة من الاتنين وهبدأ اضيفها. اجيب الدقن، يعني هاخد مثلا المسافة اللي هي بتاعت الانف، وهبدأ انزلها لتحت. تمام. واخد واتأكد ان المسافة دي اللي انا خدتها صح ولا لا، عشان ممكن ماخدهاش غلط في الاول. عرض الدقن ده من هنا بيبقى قريب من عرض الأنف، يعني عرض الأنف تقريبا مش هتزيد عن المسافة دي كده، أو بالتقريب كده. خلاص، يبقى العرض ده يبقى قده، ما عشان معظمكم بيزود العرض ده. خلاص. وانت بترسم لو الدقن حسيت ان هي محتاجة تزيد شوية بتزودها، بس هو كده كده التلات مسافات قد بعض. وهكذا مع خط الشعر، لو عايز ينزل شوية بتنزله. تمام. احنا كده كأننا فرضنا ارتفاع الوش اللي هو من اول الشعر لحد ده، فاضل لنا العرض. لازم بقى اتحكم في العرض ده، لو هو عايز يضيق شوية ضيقه، لو عايز يوسع شوية وسعه. ماشي. احنا لو جينا نبص، احنا خدنا ده مستقيم مش هنحركه ليه؟ لان انا لو جيت اوصل الودان من تحت بالودان هلاقي الانف ماشية معاه زي ما احنا اتكلمنا كده. يعني انا لما انا قلت ان انا خدت القلم ده خط مستقيم، لقيت ان خط الانف مع لكن لو انا بصيت لفوق بلاقي ان بقى في مسافة. تمام. فمحتاج ان انا اطلع الخط ده لفوق، ده اللي احنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت. تمام. بعد كده انا هبدأ بقى اخد من هنا خط الدقن اللي هو اليمين. تمام. والخط ده بيبقى مايل على حسب ميل الزاوية، يعني هنا لو كل ما ميل كل ما انا برفع الدقن من هنا. هاجي اخد برضو خط الدقن في الجهة التانية. قبل ما اكمل، بعد ما اخد الخطين دول ابدأ اقارن العرض ده بالارتفاع. يعني هبدأ اخد عرض الوش كده أهو من هنا. تمام. وابدأ اقارنه بالارتفاع ده، وصل لحد فين. تعالوا بقى نجيب الموبايل هنا كده اقرب. يعني انا هبدأ اخد العرض من اول الدقن دي كده هنا لحد هنا،
انا خدتها في النص الودان، يبقى انا هعمل كده في نص الودان، وبعد كده اقيس هنا كده، وارجع اقيس تاني اتأكد. تمام، مظبوطة. يبقى هنا كده بص وصلت لحد هنا كده، بص لحد هنا، يعني تقريبا لحد هنا. لازم بقى العرض ده كده اهو يظبط مع بالظبط اهو. ممكن بقى تقيس برضو من الدقن وانت طالع، يعني تقارن العرض ده هيجيب قد ايه من هنا برضو في نفس الرسمة دي كده، وبعد كده تظبط الدنيا على الاساس ده. تمام. عايز ارفع لكم الرسمة فوق شوية، ممكن احط احط حاجة كده تحته بس. عايزين نطلعه كمان، احط البراية، احط الموبايل عليه. ايه رأيكم كده؟ كده مية مية. خلاص تعالوا بقى نبدأ بقى. انا خدت الميلة، فاكرين لما انا قلت لكم ان الدايرة دي نهايتها مع دوران الدقن من هنا؟ الدقن بقى بتبدأ تلف بقى من هنا كده، تروح لمين؟ النقطة دي. وابدأ برضو اعمل ده كده. الخط ده ماشي كده هيرجع بقى يلف كده يلف كده، لف كده من هنا عشان الشعر جاي لحد هنا، وبعد كده يجي في النص. اتأكد ان الفتحة بتاعت الشعر اللي هو جاي يمين وشمال موجودة في النص. خلاص، هي موجودة اهي، ما بعدتش. تخطيط خفيف كده. شوف معظمكم بقى بيغلط كده. ماشي، مركزة معايا يا زهرة؟ النقطة اللي انت غلطت فيها، اللي انت بتغلطي فيها الميل ده كده، انت بتوسعي المسافة دي كده وتاخدها على. لا، احنا بنظبط العرض مع الارتفاع ده. مش عايز حد يغلط فيها بقى. احنا الشعر نازل كده، ده برضه هنعرفه لما نظبط الملامح. دلوقتي خط الأنف اهو ماشي مع خط الودان، يعني الودان لازم تبدأ منين؟ من هنا. بس الودان هنا نهايتها اللي هو الجزء، يعني الودان بتطلع فوق شوية كده وبتلف لتحت وبتطلع كده اهو، عشان ما تتلخبطش، فتنزل لك الودان لتحت. وانتش عارف السبب اللي خلى الودان تنزل لتحت ايه. هنا من هنا مسحوبة من هنا على طول بالدوران بتاعها. أعرض شوية. نرسم بقى مين؟ بقيت الشعر من فوق بكمل الحتة دي طالعة لبره كده بارزة وبتلف كده. لازم تبعد عينك شوية عن السكتش عشان تبقى شايف ايه اللي المفروض يتعمل، عشان ما تغلطش في الدوران ده. تمام، الحتة دي عالية ونازلة واطية هنا كده وعالية شوية. شوف المسافة دي كبيرة ولا لأ، اتأكد برضه منها. هي لو مش كبيرة وانت مش ظابطها ممكن تظبطها، لأن عندك المساحة اللي فوق فاضية، فعادي. عادي تغلط هنا، في حاجات مسموح انك تغلط فيها وحاجات لأ. تمام. خلاص، احنا لسه بقى متأكدناش من العرض اللي انا فرضه ده، عايز اتأكد منه. نجيب الموبايل بتاعنا كده عشان نتأكد. هبدأ اخد عرض الانف اللي هو من هنا اللي انا فرضه على الرسمة، واقارنه بعرض هنا. يعني اخد العرض كده من اول هنا لحد هنا اهو، هشوفه قد ايه من بعد الانف، يعني الناحية دي 1 لحد هنا كده، يعني تقريبا لحد نهاية العين. يعني انا لو خدته من هنا كده وخدته هنا كده، لا ده داخل جوه شوية، عايزين نطلعه بره شوية كده. يبقى ناخد ملي من هنا، ملي 1 وملي من هنا اهو، وناخد بقى من الملي ده والملي ده كده. ملي 1 بيصغر لي الرسم، بص جابها لي لحد هنا. تقريبا هيبقى قريب من الصح. خلاص، هاجي اخد خط العين بقى في تلت المسافة دي اهو، بص كده. يعني هاجي اخد خط العين ده في تلت المسافة من خط الأنف لخط الحاجب اللي هو هنا كده. خلي بالك ما تاخدوش غلط،
وبعد كده هميل ده من هنا كده، وهميل ده من هنا. انتوا عارفين احنا بنعمل الخط ده ليه؟ لان اصلا في ان الجبهة دي قريبة لعينيا، لكن العين في مستوى اقل ابعد يعني. فعشان انزل من المستوى البعيد ده للقريب ده بميل الميل ده، ولازم ابقى عندي فاصل، ده فاصل خط الحاجب وفاصل خط العين عشان اعرف انزل. خلاص، نرجع بقى الموبايل تاني. بقينا 10 دقايق، كتير اوي. بعد كده هاجي من نهاية العين اهو. بص، خد عرض العين كده اهو، قارنه بعرض الانف. هتلاقي العين اصغر حاجة بسيطة جدا من الانف اهي. بس قبل ما اخد العين هطلع بالخط ده وبالخط ده عشان احدد بداية العين من هنا، اقل حاجة بسيطة عنها اهي، وابدأ اخدها كده هنا، هتوصل للحد هنا. تمام، واخد العين دي هي نفس العين التانية، وصلت للحد هنا تقريبا زي ما انا توقعتها يعني. ماشي. بعد كده نرسم الكتلة بسرعة. اخد عرض الانف من هنا هو نص العرض ده كله. خلاص. ومن هنا شايفين العرض ده هصغره هنا في نص المسافة دي، يعني هصغر العرض بتاع الانف، هتلاقي الانف بتقل وانا طالع. تمام. وبعدين اميل ده واميل ده كده، اميل ده عليه، اميل ده عليه، خفيف كده، خط خفيف لانه هيتمسح يعني. ده كتلة بس، لأن الكتلة دي برزت. هتلاقي مستوى الجبهة ده قريب من عينيك، وبينزل من هنا يروح لحد هنا، صح؟ وبعد كده يبدأ يطلع لحد ما يبقى أعرض هنا شوية، وبعد كده الأنف ترجع تنزل تاني لمستوى أقل. خلاص. يعني انت لو جيت تبص هنا كده هتلاقي الجبهة قريبة، لكن مستوى العين هنا أقل. فأنا عشان أنزل، طب مستوى الأنف أعلى شوية، فعشان أنا بنزل وبرجع أطلع. تمام. وبرجع انزل هنا للمستوى ده. فلو مشيت من هنا كده هبقى اطلع وارجع انزل كده. يعني بص، انا مشيت من هنا كده اهو، هبقى عايز اطلع وامشي وارجع انزل وارجع امشي بالظبط كده. خلاص، هنيجي بقى من نهاية العين هنا كده، هتلاقي الرقبة من هنا. الرقبة انا بجيبها بنسبها من الوش فوق يعني، والناحية التانية نفس الكلام. الجزء ده جاي من تحت الدقن بحاجة بسيطة اهو، اللبس يعني. هتلاقي ده قصاد ده شوية. التليفون بتاعي ملبوس. هرسم بس القميص بسرعة. هبص نهاية القميص دي فين بالنسبة بعد المدام بمسافة اهي. خلاص، تنسبها للجسم اللي فوق، ما ترسمهاش كده اهي شوية، عشان مش هتعرف تجيب نسبها بعينيك كده على طول. خليك سريع في حاجات زي كده. دي قصاد دي، يعني دي قصاد الحتة دي اهي كده، يبقى لازم تبقى قصادها، ودي تطلع بعد كده تنزل. ترسم بقى التفاصيل اللي انا برسمها، الخطوط دي تفاصيل الظل اللي الناحية دي، والظل اللي جاي من هنا، وتفاصيل الجزء عشان انت بتنزل الدقن واخدة شكل دائري. وبعدين تفاصيل العظم اللي هنا، العظمين اللي هنا، ظل خفيف ده ظل. تمام. في التظليل بقى هنسيحه ونعمل ظل هنا. هرسم بقى تفاصيل الشعر شوية دي. حاسس ان انا ابطأ شوية في الفيديو ده.
تعالوا بينا نكمل نقرب بقى على التفاصيل اللي هي بتاعت الأنف عشان نعرف ازاي بناخدها. أول حاجة أنا عايز أبدأ من النص، يبقى أنا هبدأ بالفتحات، أعمل الفتحة الأولى اهي، وارتفاع الفتحة يبقى في نص المسافة دي، خلاص، وأبدأ أخد نفس الشكل بتاعها دوران هنا، وبعد كده أرسم الضلة. يعني أنا خدت الخط ده أهو، ورسمت الجزء اللي في النص ده. بعد كده بقى هتلاقي إن الجناح جاي من نهاية الفتحة دي من هنا، وطالع كده، طالع دايركت كده اهو، ويبدأ يلف في المنطقة دي وبيطلع لفوق. هل بيخش لجوه ولا نهايته مع نهاية الفتحة برضه من هنا؟ خلاص، يبقى نهايته من هنا، يبقى أنا مزيدش عن الحتة دي، عشان لو زدت لجوه يبقى أنا غيرت في شكل التشريح بتاع الأنف. ماشي. هاجي بقى من هنا برضه أرسم الفتحة التانية، بس الفتحة التانية دي ضلها خفيف، تحس إن الجزء بس ده لازم دي تبقى قصاد دي من هنا. ماشي. أحس إن الظل هنا خفيف شوية عن الناحية التانية، لأن الظل الإضاءة موجهة من ناحية هنا، فالكتلة فالظل أنت مش شايف ده، الإضاءة شايفة ده وشايفة نص ده، فتلاقي نص ده هو اللي واخد الظل. ده هنبقى نتكلم عليه واحنا بنتظل. الكتلة دي مش بتساعدنا بس عشان النسب، دي بتساعدنا أكتر عشان التظليل، فأنا يعتبر كده بتكلم عليها بشكل مختصر يعني. بس عشان نرسم كتير، اللي انا عايزك ترسم كتير وتفهم النسب كويس وتطلعها، وبعد كده ابقى اكلمك عن التظليل بقى بكل انواع، يعني فحم، رصاص، كل اللي انت نفسك تتعلمه، بس لازم خطوة التخطيط دي الاول، لازم تكون بتعرف تظبطها كده، تطلع الرسمة حلوة بس تطلع تخطيطه حلو، تخطيطك يطلع حلو. لكن ما تروحش تتعلم تظليل، لا سهل جدا، اصل التظليل مش هياخد في ايدك وقت. خلاص. بص، ممكن بقى تبدأ تخف خطوطك من الناحية دي لأن الإضاءة هنا خفيفة ابدأ ابعت كده وبص على رسمتك، مظبوطة ولا لأ. لازم كل شوية تبص عشان لو مش مظبوطة ما تكملش، مش محتاج ان انت تكمل. خلاص، ابدأ قدر المسافة بتاعة الظل اللي جاية من هنا عشان تشوف انت واخد العين في مكانها ولا لأ. ماشي، العين في مكانها هنا بالظبط، هتعمل نرسم العين، بدايتها قلنا بداية العين مع بداية الأنف من هنا. أنا هرسم الجفن اللي تحت قريب من الخط ده، يمشي قصاده اهو، ماشي، ده ماشي كده، ده ماشي قصاده اهو، هينزل، شوف نزلت قد ايه، منزلتش كتير اهو، بس هاجي في النص كده واطلع كتير بقى، اطلع هنا فوق النقطة دي. تمام. بعد كده هاجي الف وانزل هنا، خلاص. وبعد كده، وانا هقولك انا ليه طلعت النقطة دي، طلعت من هنا، طلعت هنا. ماشي. بعد كده هاجي، بس انا عايز اقولك الكلام ده وانا بشرح العين لوحدها، يعني هبقى اعمل لكم فيديوز اتكلم فيها عن العين، مش هعمل فيديو واحد بس، لا، ده احنا هنعمل كذا فيديو لكذا زاوية يعني. هطلع مسافة اهي صغيرة ارسم منها مين الحاجب معدي العين من هنا، او معدي بحاجة بسيطة مش كتير، عشان لو قربت شوية كده هخلي الحواجب قريبة من بعض. الله. وهنهي، بص هنهي هنا، هنهي هنا، ما لسه الشعر هيخش في الجزء ده، معدي الشريحة يعني.
شوف الشعر، بس تقدر بقى تقعد تظبط في الحاجات دي. الشعر من هنا، اتأكد من المسافة دي لو عايزة تصغر عايزة تكبر، عشان انت ممكن نكون انا مش ظابطها في المقاسات. الناحية التانية نعمل نفس الكلام. لو انت ما بتعرفش تجيب العين قصاد العين يبقى انت في خط اهو هتمشي عليه. يبقى انت هتبدأ هنا تاخد برضو القناة الدمعية اهو وتمشي، تمشي بالخط اللي تحت اهو قريب قريب من الخط برضو نفس الكلام، وتنزل حاجة بسيطة جدا وتطلع. نفس اللي احنا عملناه هناك هنعمله هنا. عندنا اجي من هنا اعمل خلاص. خايف اكون مصور العين. حاسس ان انا مصغرها شوية صح. انا عايز اضيق القناة الدمعية من هنا شوية كده واكبر العين ملي واحد مش كتير. يعني هاخد الجفن برا شوية. هعمل برضو نفس الكلام هنا. هي الملامح في الشبه مش بتأثر قوي، بعكس المحيط الخارجي وشكل الدقن. احنا كده اصلا جايبين شبه، ما تكون راسم الدقن قريبة من الشكل وكمان عامل الدقن مظبوطة، فانت هتلاقي الشبه موجود معاك اصلا من بدري. فالملامح ممكن تقدر تعدل فيها، يعني تقدر تعدل فيها لو في حاجة في العرض كده، لكن من بره شوف هتلاقي الحاجات ده قصاد ده، بص كل حاجة وماشي على الخط. شوف الخط تحس ان هو ماشي في نص الحاجة. الحاجب معدي هنا، معدي شوية، وبص على المسافة دي مظبوطة اهي عشان ما تضايقوش المسافة دي. شوف الظل هتلاقيه بيبدأ من أول هنا بيلف يخش ما بين العين والعين. وسع نضف خطوطك. تعال نرسم كرة العين. كرة العين في النص بالظبط، بس في النص فين؟ لازم تكون راسم القناة الدمعية اهو. دي كده الجزء ده اسمه قناة دمعية. طب نص المسافة دي فين؟ اهو في النص اهو. خلاص، يبقى نص الكرة يروح كده تمام، والنص التاني يروح كده، فتلاقيها متسنطرة في النص، لكن النص مش بيبدأ من هنا، لا من هنا. تعالوا بقى نجيب الشفايف. زي ما اتعودنا قلنا بنقسم المسافة دي نصين، نص
كده النص، النص. تمام. النص ده بقى بقسمه ربعين اهو، ربع وادي ربع. خلاص. هنزل بقى مسافة صغيرة من هنا واعمل الفتحة الصغيرة دي، ولازم خط مين الشفايف الشفة اللي تحت ينزل من تحت النص ده. ماشي. بعد كده هاجي هلاقي ان النقطة دي ماشية مع الخط اللي تحت ده، ماشية مع ده كده اهو، والتاني ماشي كده. خلاص. طب انا لو جيت ابص بالطول كده من هنا هلاقيه بعيد عن الانف حاجة بسيطة اهو. خلاص. هبعد عن، لو انت راسم العين وعايز تنسب النقطة دي للعين بس صعب اوي، هتلاقيها مع بداية الكرة، العدسة دي ما هي كده كده اهي معاك. خلاص. انت كده حددت النقط بتاعتك، ترسم بقى. اول حاجة زي ما قلت بنرسم السبعة، بس السبعة هنا مفتوحة قوي، شبه مش موجودة، ولازم تعمل كده بالظبط عشان تجيب الشبه. وبعد كده دي نازلة ماشي اهي، عشان تروح النقطة دي نازلة لتحت. تمام. وهكذا الناحية التانية، تلاقي الشفة اللي فوق صغيرة قوي، صغيرة بالنسبة للشفة اللي تحت. دي الفتحة بتاعة الشفايف ما بين الشفة والشفة اهي. فأنا أشوف أنا رسمت اللي في النص الأول. خلاص. رسمته، هغمق الحتة دي وهغمق الحتة دي. مش عايز أكون صورت الشفايف. وأبدأ طول الوقت قاعد أقارن النسب بتاعتي مظبوطة ولا لأ. حتى عايز أبعد بعينيا أشوف في مشكلة ولا لأ. أنا عايز أكبر الشفة اللي تحت شوية، دي برضه عايز أطلع بيها مني كده ومني كده عشان تبقى برضه مظبوطة. أنا في بدايتك عايزك تقعد تجرب كده. مظبوطة تمام. قارن بقى، بص قارن الحتة دي كده مظبوطة ولا لأ. لو دي عايزة تضم من جوا شوية نخليها تضم. ماشي. هو من هنا الظل جاي هنا اهو. تمام. ولا فوق شوية، فوق شوية. الحتة دي حاسس إن هي عايزة تضم حاجة بسيطة من هنا كده، ملي واحد عشان أحس إن هي مظبوطة بالظبط. الجهة التانية مظبوطة، مظبوطة. أنا عايز أميل دي لجوا، شوف مني واحد، شوف أنا خليتها تخش لجوا مني. خلاص. أبدأ أشوف علاقة الدقن دي دورانها من هنا، يعني هتلاقي من هنا الدوران ده موجود. أفضل طول الرسمة عمال أقارن وأعدل بالشكل ده. أنا خلصت هنا، الظل جاي قريب جدا من العين، ده ظل الشعر اهو، اسمه ظل خفيف ومش خط، وجاي كده. طب ما الشعر جاي عالي كده، والشعراية قريبة، برسمها في الآخر اهو. الجزء بتاع الشعر ده وصل لحد هنا.
بحيث ان احنا كنا راسمين ده. انا كده خلصت من الاوت لاين. عايزين نطلع الشعر ده الناحية دي شوية. دي طالعة من برا وداخلة من جوه كده، ماشي، عشان تدينا نفس الشبه يعني. شايف ان انا ما عندي الشعر قوي من هنا، ننزله شوية. انا بكده خلصت الزاوية الامامية. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنشرح الزاوية الامامية اللي بص لفوق، او نتكلم عن الزاوية 3/4. سلام.